عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتوا طيبين. رمضان كريم عليكم وعلى حبايبكم. وصفة النهاردة وصفة لذيذة قوي، ترند رمضان السنة دي، المكشوفة او المكسوفة مش عارفة، المهم يعني ان هي وصفة سهلة ولذيذة قوي، هنعملها في البيت وبخطوات بسيطة جدا. اول حاجة هنجهزها الكنافة. جبت كيلو من الكنافة وحطيتها يوم كامل في الفريزر علشان تتكسر معانا بسهولة. بعدين طلعتها وحطيتها في الكبة، فرمتها فرم ناعم زي كده بس. بعدين حمرتها على النار مع 3 معالق كبار سمنة او زبدة مع معلقتين زيت. هنسيبهم يسخنوا قوي، بعد كده ننزل بالكنافة ونقلب لحد ما تاخد اللون الذهبي الغامق ده كده زي ما انتوا شايفين. وممكن برضو تحطوها في صينية في الفرن او في الاير فراير، بتدي برضو نفس النتيجة. انا بعملها في الاير فراير على طول وبتطلع حلوة قوي. اهم حاجة نستمر في التقليب علشان ما تتلسعش مننا. بعدين هضيف حوالي معلقتين كبار من الشربات التقيل البارد او ربع كوباية كده بس، نقلبهم كويس مع بعض. الشربات بيكون كوبايتين سكر مع كوباية ونص مية، رفعتهم على النار مع عصير نص ليمونة، واول ما يغلي ويتقل بطفي عليه وبسيبه يبرد خالص على جنب. وهنشتغل بقى بالكنافة على طول علشان ما تنشفش وتتحجر مننا. هنجهز بقى اي طبق او قالب عندنا يكون شكله نص دائري كده، ونغلفه بالاسترتش، وممكن كيس تلاجة نفتحه كده ونغلف بيه الطبق. مهم جدا الخطوة دي علشان الكنافة تطلع معانا بكل سهولة في الاخر. وبنحط في نص الطبق كده كوباية او اي حاجة مدورة بالشكل ده علشان يعمل تجويف. هوزع بقى الكنافة على الجناب كده وبظبط بالاسباتولا، ونضغط كده كويس قوي علشان تثبت وما تفكش مننا بالطريقه دي كده. وده قالب صينيه جاهز عندي. انا وريتكم الطريقه التانية علشان لو ما عندكوش القالب ده نتصرف عادي، ما نوقفش نفسنا. هاخدهم بقى ادخلهم التلاجة ربع ساعه كده لحد ما الكنافه تمسك شويه، ونجهز الخطوه اللي بعد كده اللي هي الكريمه. طريقتها سهله قوي. في حله على البارد كده هضيف كوبايه لبن ومعلقتين دقيق، معلقتين سكر، ومعلقتين كريم باستري اللي هي كريمة الحلويات، وممكن تستغنوا عنها عادي بس هي بتخلي الطعم غني كده وحلو وقوامه تقيل وكريمي. زودت معاهم كمان معلقتين لبن بودر، دي تركاية من عندي بس حلوة قوي، تخلي طعمه حلو قوي. ومعلقة صغيرة فانيليا. واخر حاجة بقى معلقتين كبار قشطة. وهنقلب الميكس ده كده كله مع بعضه على البارد. بعدين هاخدهم وارفعهم على النار لحد القوام ما يتقل ويبقى كريمي كده بالشكل ده بس. وهو لسه سخن كده بضيف عليه مكعبين كمان من الشوكولاتة البيضاء، بتخلي القوام ناعم كده. اخر خطوة معانا بقى هضيف كيسين من الكريم شانتيه، عليهم كوباية لبن ساقع لازم تكون متلجة، وهخلطهم بالمضرب الكهربائي لحد القوام ما يتقل كده بالشكل ده. هضيف عليه بقى الكريمه اللي عملناها الاول بعد ما بردت، هقلبهم مع بعض. شايفين الكريمه حلوه قوي ازاي؟ الكريمه دي طعمها حلو قوي وتنفع حشوه لاي حاجه على فكره. هجيب بقى الفراوله حوالي نص كيلو مقطعه بالشكل ده. انا مزوده الكميه علشان انا عامله صينيتين، ممكن تستخدموا نص الكميه لصينيه واحده. هقلبها بقى كويس مع الكريمه. وده شكل الكنافة بعد ما طلعتها من التلاجة ومسكت نفسها شوية. هطلع بقى الكوباية بالراحة خالص علشان الكنافة ما تتكسرش مننا. وده التجويف اللي انا عايزاه من تحت، وهحط كده من تحت قطع فراولة جوه التجويف قبل ما انزل بالكريمة عشان ده شكلها بعد ما هنقلبها. بعدين هنزل بالكريمة، نحط كمية كويسة. ممكن بقى في الخطوة دي تضيفوا قطع من الكيك او مكسرات في النص برضو، بس انا اكتفيت بالفراولة والكريمة. وممكن تبقى مانجا مع الكريمة بدل الفراولة برضو، بتكون ميكس حلوة قوي. بس هنزل بقى بباقي كمية الكنافة من على الوش كده، بوزعها كويس وبسويها بالراحة. هنضغط عليها لان لما نقلبها هتكون دي الارضية. هغطيها بقى بكيس او استرتش وهدخلها التلاجة تاني حوالي ساعة قبل ما نقلبها ونقدمها. وكده ده بقى شكلها بعد ما خرجتها من التلاجة وسبتها حوالي ساعة. ده القالب التاني اللي كان معايا، قلبتها بكل سهولة علشان الاسترتش سهل معايا الموضوع. ورشيت عليها على الوش كده شوكولاتة مبشورة، بتكون حلوة قوي مع الفراولة. ممكن تزينوها بقى بمكسرات او اي حاجة براحتكم. بس كده دي كانت وصفة النهاردة، وصفة بسيطة وطعمها حلو قوي. يا رب تكون عجبتكم وتجربوها وبألف هنا.